في بعض القنوات الفضائيه بتقول فين اللي كانوا بيدافعوا عن الهام شاهين؟ فين مشايخ الازهر اللي دافعوا عن شاهين ما دافعوش ليه عن الرسول عليه الصلاه والسلام؟ وفين الفنانين وعملوا ده اتهام صريح للفنانين، او مش عاوزين الفنانين يتكلموا خالص في اي حاجه في حق الرسول. ايه رايك؟ مين القنوات الفضائيه؟ اولى الناس. هل القنوات الفضائيه اللي بتتطاول دي واخده ترخيص؟ يعني رب العزة سبحانه وتعالى قال على الكافرين هل أخذوا عهد مع الله أنه لن يحاسبهم؟ مين اللي قال؟ ومين اللي قال إن هؤلاء القوم وهذه القنوات لها الحق في إنها تتخطى وتتعدى؟ كل واحد هيخرج عن حدود الأدب والأخلاق سيقف في ساحة القضاء. أما إن الفنانين ما لهمش موقف، امال احنا اللي بنعمله ده ايه؟ امال الاعلانات دي ايه؟ امال تجمعنا النهارده ده ايه؟ امال العرض اللي عمله مدح الرسول عليه الصلاه والسلام دكتور احمد الكحلاوي دفاعا عن المصطفى ده ايه؟ امال عروضنا اللي احنا بنعملها كقافله محمديه دي ايه؟ ان لم نكن احنا اولى الناس بسيدنا النبي، مين اولى بيه مننا؟ نحن لسان الامه، فمن الذي ينكر علينا هذه المهمه؟ مين؟ ما هشوف مين ده بعض المشايخ اللي طلعوا في صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في مقوله بتقول دع الكلاب تعوي القافله تسير. تمام يا فندم. ده يخليني اسالك سؤال تاني، ان الفنانين ودورهم الكبير في مصر او الدور العظيم بتاعهم، وزي ما حضرتك قلت ان هم من اولى الناس بالرد، هل ممكن يتم عمل ضخم يتم فيه الرد على هذه الاساءه اللي يتم؟ يا سيدي الفاضل احنا حاليا من خلال القافله المحمديه بنعمل عرض كان بيتم عرضه على مدار ليالي رمضان على مسرح البالون، ولا زال بنجوب به محافظات مصر. هذا العرض اسمه هي في حياه الرسول عليه الصلاه والسلام. واذا كان العالم بيتحرك من خلال المؤسسات اللي بتنادي بحقوق الانسان والنعرة هذا العام عن حق المرأة، فالقافلة المحمدية من خلال هذا العرض بترد بتقول لا مزايدة على الإسلام، فمنذ مجيء الإسلام منحت المرأة كل الحقوق التي كانت محرومة منها، بل حرم الإسلام وأد البنات، وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من حرم هذا الوأد. طول عمرك يا رب. إذن عليه الصلاة والسلام محترم. إذن اللي بيحصل ده تجاوز وتعدي، وكل من هيخرج عن حدود العرف والأخلاق سيطال وستطال يد القانون. تمام يا فندم. دلوقتي حضرتك زي ما شايف بقالنا يومين او 3 ايام مظاهرات في الشارع كانت حشيده جدا، حصل بعض التعدي امام السفاره المصريه، حضرتك توصل رساله للشباب اللي هناك اقول لهم ليس الرد ما يجب ان يكون بهذه الصوره ولا على هذا النحو، لان في النهايه بلدنا لها جسور مع العالم، ومن الظلم ان الغضب ياخذنا الى حد الهدم والى حد التدمير والى حد قطع العلاقات والى حد ان يبقى في ضرر بالغ سينال بلدنا. اللي بيحب بلدنا ما يعملش هذه الافعال، وهناك قنوات شرعيه والدوله بدات تتحرك بالفعل ورفع دعوه هناك في امريكا ضد اصحاب هذا الفعل. اشكرك جدا استاذ احمد. محمود يا محمود خد صور. جبت الصور.